نزل على ركبته قدام كل الناس ونسي إنه محافظ للحظة. محافظ الدقهلية بيعمل إيه؟ في مشهد نادر ومؤثر صعب تلاقي زيه كتير في وسط زحمة احتفالات محافظة الدقهلية بعيد العمال، المحافظ اللواء طارق مرزوق قرر يعمل لفتة إنسانية ما تتنسيش. نزل على ركبته عشان يكرم موظف من ذوي الاحتياجات الخاصة في مشهد خلى كل القاعة تسقف وتدمع في نفس اللحظة. الاحتفال كان بحضور قيادات المحافظة وكمان المستشار أحمد رجائي وكيل وزارة القوى العاملة بالدقهلية. الكل كان بيكرم الموظفين المميزين من كل القطاعات، لكن أول ما جه الدور على العامل ده المحافظ بنفسه جري عليه وسلمه شهادة التقدير وهو نازل على الأرض بكل تواضع واحترام. وفعلا التسقيف كان هستيري، الناس كلها كانت متأثرة ومبسوطة من اللفتة العظيمة دي. المحافظ قالها بصراحة في كلمته: عمال مصر هم العمود الفقري لبناء الجمهورية الجديدة، والرئيس السيسي بنفسه دايما مهتم بيهم وبيقدر تعبهم وبيحرص على رعاية العمالة غير المنتظمة وتوفير حياة كريمة ليهم. كمان أكد إن الإنتاج هو طريقنا للخروج من دايرة الاستيراد، وإن اللي بيشتغلوا بجد هم الجنود الحقيقيين في المعركة دي، سواء بقى كانوا في مصانع أو شركات أو حتى شغالين في مواقع بسيطة. كل شغل في البلد دي لقيمة كبيرة. اللي حصل مش عادي، دي كانت لحظة إنسانية. صادقة من راجل مسؤول قرر يكون بني آدم الأول قبل ما يكون محافظ، والرسالة وصلت لكل اللي شاف الموقف ده. الاحترام مش بالمنصب، الاحترام بالفعل. قول لنا رأيك في اللي عمله المحافظ.